غندويو على هذا الفيلم حيت عنده واحد العمق غير متوقع. الفيلم كيعاود ليلة فين ماكس اللي هو شيفور ديال الطاكسي اللي صافي دخل الروسيطه ونوى يدخل في حاله حتى كيوقف عليه كليان جديد. فينسنت كيقترح عليه 120 ألف ريال مقابل كورسه يقضي فيها 5 ديال الصخرات خفن زربن ومن بعد يردو للمطار. وغير قالوا بسم الله كيكتشف ماكس بان الكليان ديالو هيتمان وفي كل صخره كيقضيها كيصفيها البنادم. هاد الحكايه اكسايتين ياك؟ غير هنا الصراع الحقيقي ماشي غير بين مول طاكسي وكليان عنده فردي، الصراع الحقيقي بين جوج فلسفات في الحياه مختلفه تماما ومضاده حتى للمخ. من جهه عندك فينسنت اللي مكستر وكلاس لوكين بروفيشنال وان شارب، وماكس اللي لابس عادي سروال وقبيه بحال كاع الناس ما واخد شي ستيل بالضبط. من جهه عندك فينسنت اللي خدمته هي يقبض الارواح شنطا بدون تردد، وماكس اللي ما عندوش حتى الباقل باش يعيط على التيتيزه اللي خلات ليه نمرته. فينسنت اللي كيامن بالتطور والتكيف وداروين مع كل مواقف حيت بالنسبه ليه حتى شي حاجه ما جامده، وماكس اللي 12 عام وهو باقي يسوق الطاكسي مؤقتا على ما يحقق الاحلام ديالو. فينسنت اللي قال بالضحك وقليل فاش كيضحك انه قتل با فاش كان عنده 12 عام حيت كان كيتكرفس عليه، وماكس اللي باقي كل ليله كيمشي يزور مو في السبيطار واخا ما كتفهمو وما كتسمع ليه. فينسنت اللي عارف حتى كيفاش غادي يسالي الفيلم وكيقولها في الاول ديال الحكايه، وماكس اللي ما عارف حتى فين غادي حياته وشنو خاصو يدير باش يوصل داكشي اللي كيتمناه. فينسنت اللي حاس بالغربه والوحدانيه حيت كيحتقر كل الناس العاديين اللي عايشين بحال الحواله، وماكس اللي حتى هو كيحس بالغربه والوحدانيه في حياته واخا عايش وسط ناس ومدينته وعزيز عليه يتواصل مع كل الناس. فينسنت كيمثل نظره نيهيليست العالم، حتى شي حاجه ما عندها لا معنى لا قيمه، ما عنده لا حباسات لا فرانات، شاق طريقه بحال شي تران غادي ب 300 كيلومتر في الساعه، الرواح كطيح موراه وهو مسوق حيت عارف شنو خاصو يدير باش يوصل فين بغا. اما ماكس كيمثل نظره هيومانيست ساذجه للعالم، كيامن بالعائله، برضات الوالدين، بالخدمه، بالتراتبيه في العمل، بالعلاقات الانسانيه، ولكن وسط هاد القيم كامله اللي كيامن بها كيبقى واقف مبنش خايف ياخذ اي خطوه باش يدافع على راسو ولا على الاحلام ديالو. بالعربيه فينسنت شديد حيت ما عندوش الفرانات، وماكس خراي حيت ديال المبادئ ديالو تقالات. وهذا الصراع واخا كيبان ماشي في صالح ماكس هو احسن حاجه يمكن توقع ليه في حياته. ماكس عرف راسو غادي يسالي ديك الليله يا ميت يا مشدود، اما الحياه اللي كان كيحلم بها راه ضيعها بوحدو، هو كيتسنى شي واحد يجي ينقذو من الواقع ديالو. حتى بان بالصدفه شي واحد في حياته عنده نظره مختلفه على العالم، فينسنت. ماكس سول فينسنت شنو داروا هاد الناس اللي قتلتي؟ فينسنت قال ليه ما عرفتش، يمكن كانوا يشهدوا ضد شي واحد ما بغاش يدخل الحبس. هذا هو السبب؟ لا، هذا ماشي سبب، هادشي غير علاش ماتوا، ما كاين حتى شي سبب كافي للحياة ولا الموت. وانت من هادشي كامل ما مسوقش وسط ملايين الجالاكسيز، وسط مئات الملايين ديال النجوم، حنا غير خنونة محطوطة فوق حجرة طايرة في الخوا، حتى شي واحد ما كيشوف فينا. وفي هذاك الطاكسي اللي شاق طريقه هو كيحصد الارواح وسط مدينه خاويه ومظلمه واخا عايشين فيها 17 مليون البشر. في ديك اللقطه بالضبط ماكس فهم فاق من القلبه. وي ناض ماكس لاول مره في حياته يدافع على المبادئ اللي كيامن بها، اللي غادي تحول من ثقالات لباقل ديال النحاس.